من هي صفقة الأهلي المحتملة الذي سيعلن عنها كولر في الساعات القليلة القادمة؟ وجاءت صفقة البرازيلي جوستافو سوزا هي صفقة الأهلي المنتظرة والذي تكلم عنها كولر في المؤتمر الصحفي. جوستافو سوزا يخرج عن صمته ويعلن موقفه من الانتقال إلى الأهلي. وفي تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة كيل جي نيوز الكورية الجنوبية، قال اللاعب البرازيلي جوستافو سوزا: نعم، تلقيت عرضا جيدا من قبل الأهلي المصري، لكن فريقي الحالي قال لي أن هذا الأمر مستبعد تماما. تحدث وكيل جوستافو كلوفيز هنريكي منذ أيام وأكد وجود مفاوضات أولية مع الأهلي لكن دون التطرق لتفاصيل أخرى، وأضاف: لم تحسم الصفقة بعد. كما يتحدث الإعلام المصري: الأمر متوقف على عرض الأهلي المادي والذي لم يحقق طموحاتنا حتى الآن. وقال عن رغبة اللاعب في الانتقال إلى الأهلي: قال نعم، هناك رغبة كبيرة من جوستافو في الانضمام إلى النادي الأهلي. اتصالات مكثفة لضم جوستافو سوزا. قامت إدارة النادي الأهلي بالاستفادة من رغبة جوستافو سوزا نفسه في ارتداء قميص النادي الأحمر، حيث أعادت فتح خطوط الاتصال مع ناديه الحالي في كوريا خلال الساعات الماضية بهدف تحقيق تفاصيل الصفقة. يأتي هذا بخاصة مع انتهاء عقد اللاعب مع ناديه الحالي في ديسمبر المقبل، مما يمنحه حرية التوقيع مع أي نادي آخر ابتداء من يناير المقبل بشكل مجاني. وجاءت رغبة مارسيل كولر في تعزيز هجوم الأهلي. لقى جوستافو سوزا تأييدا واهتماما من قبل المدير الفني للنادي الأهلي المدرب السويسري مارسيل كولر، فقد وضع المدير الفني اللاعب في صدارة أولوياته لتعزيز خط الهجوم. وقد قام المدرب السويسري بالتواصل مع سوزا على مدار فترة من الزمن، مبدئيا له تقديره الكبير لقدراته وإمكانياته، وهو ما أضاف إلى رغبة اللاعب البرازيلي في الانضمام إلى الفريق الأهلي. احتياجات الأهلي لتدعيم الهجوم. تأتي مفاوضات الأهلي مع جوستافو سوزا في ضوء احتياجات الفريق لتدعيم خط الهجوم بعد رحيل محمد شريف إلى نادي الخليج السعودي وانتقال شادي حسين إلى نادي زد الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز. أصبح من الضروري تعويض هذا النقص بلاعب مهاجم أجنبي ذو خبرة. مهاجم مغربي يقترب من قيادة هجوم الأهلي في الموسم الجديد. فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة مدوية بشأن آخر تطورات صفقة مهاجم الأهلي الأجنبي في الموسم الجديد. وكان السويسري مارسيل كولر قد طلب ضم مهاجم أجنبي مميز لقيادة هجوم الفريق بالموسم المقبل. وشوبير يعلن توقيع مهاجم مغربي للأهلي. وقال شوبير في تصريحات إذاعية أن مهاجم الأهلي الجديد قد يكون مغربي في ظل تعثر صفقة البرازيلي جوستافو سوزا. وأوضح أنه لم يحدث تطورات في الساعات الماضية بشأن صفقة المهاجم الأجنبي، وأشار إلى أن الأهلي قد حصل على توقيع مهاجم مغربي لضمه في ميركاتو الصيف، ولكن الصفقة توقفت في ظل رغبة كولر في ضم سوزا، وقد يكون خيارا متاح له.